قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد لحجز مقعد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على بايرن ميونخ ب4-2 بعد التمديد في المباراة المثيرة التي جمعتهما في إياب ربع النهائي على ملعب سانتياغو برنابيو. هكذا كانت تبدو قلعة البرنابيو التي تزينت بحلة الأبطال، واللون الأبيض الملكي غطى مدرجات الملعب. الكبار والصغار حضروا بقوة لمساندة زملاء راموس أمام العملاق الألماني في واحدة من أقوى مباريات الموسم. ولأن بداية الكبار دائما تكون قوية، بادرت تشكيلة البافارية بالتهديد. ريبيري يتوغل، لكن لا تياغو ولا روبن تمكنا من هز شباك الحارس نافاس. فيدال حاول إعادة سيناريو الذهاب، لكن تسديدته مرت خارج الإطار. أول ظهور حقيقي لرجال زيزو جاء عبر كارباخال الذي كاد يباغت نوير. التسديد من بعيد كان سلاحا لأصحاب الأرض، وهنا راموس كاد يقص شريط الأهداف لولا التدخل الرائع للمدافع بواتينغ. كروس لم ينجح في مباغتة زملائه السابقين، وحتى تصويبة كريستيانو جانبت مرمى نوير في مشهد أول كثرت فيه الفرص وغابت عنه الأهداف. الترقب بقي متواصلا في هذه القمة، وتعليمات أنشيلوتي بدت واضحة في الشوط الثاني. مد بافاري بقيادة الجناح الطائر روبن أسفر عن ركلة جزاء تكفل العائد ليفاندوفسكي بتحويلها إلى هدف الأول. الريال لم يستسلم، وزيدان أجرى تغييرات سريعة بحثا عن التعديل، وهنا تكفل CR7 بذلك ومن رأسية مخادعة. فرحة لم تدم طويلا بعدما جاء الهدف الثاني للبايرن بنيران صديقة، والمسجل سيرخيو راموس. طرد فيدال في هذه اللقطة قبل أن يتوجه الفريقان إلى شوطين إضافيين. مشهد أول بصم فيه رونالدو على هدف التعادل بهذه الطريقة، ومشهد آخر عاد فيه اللاعب الأفضل في العالم ليسجل هدف التقدم. شنو هذا يا رونالدو؟ 5 أهداف على مانويل نوير وعلى الكبير الألماني. بدون تعليق سأسكت، سينتهي الكلام في هذا الزمان. مئوية لصاروخ ماديرا في دوري الأبطال جاءت قبل هدف أسينسيو القاتل الذي أكد مرة أخرى تفوق التلميذ على أستاذها، ليواصل النادي الملكي رحلة البحث عن اللقب 12.